السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ نبيلة إكزوز أو كويزين نبيلة إكزوز، دائما مع المواصفات الجديدة والمتنوعة والمختلفة من كل أنحاء العالم، المغرب وخارج المغرب. الوصفة المقترحة اليوم اللي غادي نحضر معكم اليوم هي هاد الشوربة ديال السمك بالطريقة الآسيوية. المذاق ديالها نعية ما نوصف لكم فيه، راه لا يقاوم، بنين بزاف وسهلة في التحضير، وخصوصا الناس اللي كيعجبهم الحوت ولا السمك راه كتجي شي حاجة زوينة بزاف. وحنا عارفين أن الماكلة الآسيوية والشوربات الآسيوية إلا بغينا نشريوهم من المطاعم على برا كيكون الثمن ديالهم شوية مرتفع. داكشي علاش حنا ما نوجدوهاش في المنزل ديالنا، غادي تطلع لينا اقتصاديه وفي نفس الوقت غادي تعطينا كميه كثيره اللي ممكن اننا ناكلوها حنا والعائله ديالنا مجموعين. ما نطولش عليكم بزاف، غادي نخليكم مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه هنايا للمكونات، اول حاجه غادي نرطبوا الشعريه الصينيه ولي شامبينيون نوار. بالنسبه للشعريه الصينيه انا كنستعمل هاد الباكيه الزرقاء، استعملت هنايا باكيه صغيره كافيه. كاين اللي كيتعجبوا اولا اللي كيستعمل هذيك الشعريه الصينيه اللي لومبالاج ديالها احمر او سميتها شعريه دروس. انا شخصيا ما كنفضلهاش، ما كتعجبنيش، ما عرفتش علاش. ما فايت لي جربتها وما عرفتش، جاتني بحال معجنه بحال هكا، ما كنستعملهاش. دونك دائما في الوصفات ديالي كنستعمل هاد الباكيه الزرقاء. ما عرفتش واش كاين شي واحد بحالي تا هو كتعجبو هاد الباكيه الزرقاء ولا كاين اللي كتعجبو الشعريه الروز الحمراء. المهم كيبقى لكم الاختيار، ديروا حدا فيهم. صافي هنايا حتى هذاك لي شامبينيون نوار درتهم في الزليفه ودرت عليهم المطايب باش الشامبينيون ديالنا كيرطاب وكتزاد الكميه ديالو، وحتى الشعريه الصينيه ديالنا كترطاب. بالنسبه للشامبينيون نوار راه متوفر، يمكن لكم تاخذوا الباكيه بحال اللي خديت انا، كاينه في المتاجر الكبرى، انا خديتها من مرجان. يمكن لكم تاخذوها من عند العطار، كيقول لكم شحال بغيتو وانتم كتقولوا ليه شحال بغيتو، 5 دراهم 10 دراهم وكيعطيها لكم. ما تقلقوش، غتبان لكم الكميه هما ملي كتشريهم كيبانوا لكم صغير، ولكن ملي كديروهم في الماء كيتنفخوا كيعطيكم كميه كثيره. دونك صافي. كذلك غادي نزيد في المكونات هنايا واحد البصيله اللي قشرتها وقطعتها. الا عندكم البورو حتى هو ديروه، انا ما توفرش عندي، اكتفيت فقط بالبصله. بالنسبه للحوت انا هنايا درت هذا الحوت اللي كيكون مخلط، كيتباع حتى هو في مرجان. نتوما الا توفر عندكم الكروفيت والكالامار طريين من الاحسن طبعا. ما توفرش عندكم بحالي، بلا ما تبقاو تقلبوا عليهم، سيروا لاقرب مركز تجاري وقضيو بهذا الحوت هذا. المهم نقضيو ونجربوا الوصفه. الى لقيتوا الحوت طري، خذوا الكروفيت بالقشور ديالو، وهذاك القشور قشروه، وهذوك القشور ديالو هما باش تمرقوا، يعني هذوك القشور ديروهم في الماء مغلي وخليه تقريبا واحد نص ساعه ولا ربع ساعه حتى كتطلق لكم هذيك المرق ديالو، وصافي هو باش تمرقوا. انا غادي ندير غير الماء عادي حيت باش ما لقيتش الكرافيت وهذوك طريين. صافي انا هنايا الشعريه الصينيه وشامبينيون صفيتهم من بعد ما ارطبوا لينا، وحاولت انني نقطعهم شويه بالمقص باش كيجيونا هكا ساهلين في الاكل ديالنا، ما كيبقاوش دوك الخيوط طوالين بزاف. صافي هنا مباشره غادي ندوز باش نحضر لهاد الشوربه هذه. خديت هنايا واحد الطنجره ولا جميله، درت فيها تقريبا واحد 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده. زدت عليهم هنايا شويه ديال الزيت، وغادي نقلي فيهم البصله ديالنا. غنقليو البصله. بالنسبه للتوابل غادي نزيد عليهم واحد 2 وريقات ديال الرند ولا ورق سيدنا موسى كما كنقول ليهم. وبالنسبه لهنايا التوابل درت واحد 2 فصوص ديال الثومه اللي محكوكين هكا ولا معوسين، والتوابل شويه ديال سكينجبير الا عندكم طري ولا هاد البودر فحال. وهنايا زدت انا هاد الخطوه اختياريه، هي توابل السمك، انا كانوا عندي في الدار ودرتهم. يمكن لكم ما ديروهمش كاع اولا كتعوض ليهم، يمكن لكم تستعملوا ضامه البنه بنكهات البقري او السمك.
ولا يمكن لكم نتوما ديروا العطريه، او يمكن لكم ما ديروا حتى شي حاجه، ماشي مشكل. صافي من بعد ما شحرت هذيك البصيله مع التوابل، غادي نزيد عليهم هنايا الحوت ديالنا والشامبينيون اللي رطبناهم قبل، وغادي نبقاو هكا نحركوا واحد شويه حتى كيطلق لينا هذاك الحوت النكهه ديالو. وكما قلت لكم قبيله، الا خديتوا الحوت الطريو هذا والقمرون، هذوك القشيرات ديالو هما اللي غادي تمرقوا بهم. انا هنايا ملي غادي نشحر هادشي كامل، غادي نزيد هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار حتى 3 المعالق ديال صلصه الصوجه. صافي غادي عفوا نمرق بالماء اللي كيكون غليان. ديما التمريقه ما كنديروش الماء بارد مباشره، حيتاش هذه قاعده في كاع الوصفات ولا كاع الوجبات. ملي كنبغيو نمرقوا سوا طاجين سوا كذا، باش ما كيجيكمش باسل، حيت الحاجه كتكون مثلا واصله لواحد المستوى في الطياب، وكتجيو حنايا كنديروا ليها الماء بارد، راه كنديروا لها واحد لو شوك كتجينا الماكله باسله وكذا. يعني دائما من الافضل اننا نمرقوا بالماء اللي كيكون طايب. هذه كمعلومه وصافي. المهم انا غادي نمرق هاد الشوربه ديالي وغادي نخليها طيب على خاطرها. بالنسبه للوقت ديال الطياب راه ما كتاخذش الوقت بزاف، راه تقريبا واحد 10 دقائق 15 دقيقه ماكسيموم كتكون واجده لينا الا ما كانش قل، لان ما كاين حتى شي حاجه غادي تهز لنا الطياب. حنا كنعرفوا ان الحوت خصوصا فواكه البحر ما كتاخذش كاع نهائيا وقت في الطياب، وبالعكس راه خصها هي وقت اقل باش كتبقى لينا هكاك طريه ومحافظه على البنه ديالنا والنكهه ديالها. صافي هنايا انا من بعد ما دازت ليا تقريبا واحد 10 دقائق، غادي نزيد عليها الشعريه الصينيه اللي رطبناها من قبل وقطعناها، وغادي نبقاو نحركوها هكا شويه. دابا غادي نحضروا باش غادي تقال لينا هاد الشوربه، ندوروها بالمايزينا. الا ما عندكمش المايزينا يمكن لكم تستعملوا الدقيق، ما كاينش حتى شي مشكل، بحال اللي كندوروا الحريره المغربيه ديالنا في رمضان. دونك انا هنايا غادي نستعمل 2 معالق ديال النشا. نتوما ليكم الاختيار في الكثافه ولا القوام ديال هاد الشوربه. كانت كتعجبكم الشوربه اللي كتكون عاقده وشاده في راسها وثقيله، يمكن لكم ديروا كميه ديال الدقيق ولا النشا اكبر من اللي استعملت. الا كنتو كتعجبكم خفيفه يمكن لكم تكتفيوا بحال اللي درت انا ولا تنقصوا، يعني هذاك الشيء كيرجع لكم. انا هنايا القياس اللي اختاريت هو 2 معالق كبار ديال المايزينا، وغادي نخففهم بشويه ديال الماء باش ما كيديروش لينا تكتلات في الشوربه ديالنا. يعني كما قلت لكم نتوما كيبقى لكم الاختيار في القوام ديال الشوربه ديالكم. صافي هنايا انا غادي نحرك هاد النشا مع الماء، وغادي نحطهم مباشره في الكمينه ديالي، وغادي نبقى نحرك. غنبقى نحرك بالتحريك المستمر باش هكا ما يتشكلوش ليا الكويرات في الشوربه ديالنا. كل شيء موضح لكم في الفيديو. نتمنى ان الوصفه تكون واضحه، وسمحوا لي لك نكثر عليكم الهضره، ولكن كنبغي نوصل لكم داكشي بالديتاي وبالحرف باش ان شاء الله ينجحوا معكم هاد الوصفات. صافي انا هنايا زدت هذيك النشا وغادي نبقى كنحرك هكا شويه، نحرك تقريبا غير واحد دقيقه ولا 2 دقائق، راه غادي تبدا تبان لكم نتوما اوتوماتيكمون كتعقد لكم الشوربه. صافي وهكا راه الشوربه ديالنا كتكون جاهزه، يمكن لكم تحضروها للشيوه ديالكم ولا الغدا ولا مرافقه لشي حاجه، راه كتجي بنينه بزاف. راه نتمنى انكم تجربوها يا ربي وتصدق معكم. ايوا صافي، على اي حال انا هنايا غادي نكون ساليت معكم الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم. نتمنى ان الاختيار يكون موفق والوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى من القلب الخالص انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. ولو وصلتوا حتى لهنايا وكملتوا الفرجه ديال الفيديو، ما تبخلوش عليا بشي لايك وشي كومونتير كتشجيع ليا باش نكمل معاكم ان شاء الله. ويمكن لكم تقترحوا عليا كذلك الا بغيتوا نحضر معكم وصفات مستقبلا كما كانت نوع الوصفه مغربيه كذا. هذا اقترحوا عليا نتوما في لي كومونتير شنو تبغيو تشوفوا في القناه ديالي مستقبلا ان شاء الله. وإلا ما كنتوش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وانا هنايا غادي نقول لكم بسلامه عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتي مطبخ نبيله إكزوز، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.